كفتة الحاتي اللذيذة مفيش حد فينا ما بيحبهاش، سواء في العزومات أو في الأيام العادية أو كمان في رمضان. أنا هقولك دلوقتي بعض الإضافات اللي تحطيها لتتبيلة الكفتة علشان تزود كميتها وتحافظ على طعمها، وكمان هتديها فوائد كبيرة جدا غذائية. المكونات اللي هقولك تحطيها دي بتضاف لكل ربع كيلو من اللحمة المفرومة. أول حاجة ممكن تحطي نص كوباية من البرغل الناعم المنقوع في مية سخنة لمدة 10 دقايق، وبعد كده تصفيه كويس جدا وتخلطيه مع اللحمة. طبعا مع البصل هناخد التفل بتاع البصل، وكمان هنحط بقية التوابل بتاعة الكفتة، وما تنسيش اللية. تاني حاجة ممكن تحطي 3 معالق كبار من الرز المسلوق البايت عندك بدل ما ترميه، لا احنا هناخده ونزود بيه الكفتة بتاعتنا. هتاخدي 3 معالق منه وتضيفيهم على الكفتة وتخلطي كويس جدا مع باقي المكونات. او كمان ممكن رز لسه معمول، يعني مش شرط يكون بايت، ممكن رز انت لسه عاملاه تاخدي منه 3 معالق وتخلطيهم مع التتبيلة بتاعت الكفتة واللحمة اللي هنعمل بيها الكفتة. ممكن كمان تاخدي بطاطساية متوسطة تبشريها وتعجنيها مع اللحمة، هتزودلك برضو الكمية، بس بعد ما تبشريها اعصريها شوية لان البطاطس بتطلع مية كتير. حاجة كمان ممكن تحطي كوباية دقيق مع اللحمة، هتزود طبعا الكمية، وكمان فايدة الدقيق ان هي هتمتص السوائل اللي في الكفتة، وده هيساعدها على انها تتماسك اكتر. ممكن كمان تحطي رغيف عيش بلدي تنقعيه في مية، وبعدين تصفيه كويس جدا من المية وتخلطيه مع اللحمة. ممكن كمان كوباية من العدس اللي بجبة المسلوق الموجود عندك أصلا، يعني تكوني عاملاه وبايت عندك أو طازة، وتاخدي منه كوباية وتضربيه كويس جدا في الخلاط. طبعا ايه، مع شوية صغيرين من المية بتاعته اللي اتسلق فيها أو اللي استوى فيها، روحي ضرباه كويس جدا في الخلاط وتزودي بيه الكفتة بتاعتك أو عجينة كفتة الحاتي. ممكن كمان تحطي اللية، ده أساسي طبعا، مش ممكن، ده أساسي تحطي اللية. على كل ربع كيلو لحمة تحطي معلقتين كبار من اللية. طبعا تبشريهم كويس أو تضربيهم في الكبة بتاعتك كويس جدا وتضيفيهم على اللحمة. وهقولك على سر كمان، حطي للحمة بيضة نية اكسريها وحطيها على اللحمة ومعلقة صلصة، وادعيلي بقى على الطعم الرائع والتماسك اللي انتي هتشوفيه في اللحمة بتاعة الكفتة. كمان نسيت اقولك ان فايدة اللية انها بتدي اللمعة الجميلة اللي احنا بنحبها للكفتة، وهيبقى شكلها زي اللي احنا بنجيبها بالظبط من عند الحاتي. وكمان عشان تديكي نفس الطعم بتاع الحاتي بالظبط، بعد ما تسوي الكفتة طبعا انتي هتصبعيها وتسويها في الفرن زي ما اتفقنا وعملناها مع بعض قبل كده. بعد ما تسويها هتروحي جايبة فحمية وطفيها في قلبها، وكده أحلى